السلام عليكم. مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع اصحابكم. شدوا شي كون خاوي، ديروا الكيت وطفيو الضو. مشينا. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على سيدنا محمد. القصة اللي وصلتني اليوم كتقول: السلام عليكم، سميتي عدنان، وهاد القصة اللي غنعاود ليك هي قصة حياتي اللي تقلبات تفاعل عليها، اولا بسبب البشر وثانيا بسبب الجن. فواحد الحي عشوائي كنا ساكنين انا والعائلة ديالي من بعد ما بنا الوالد الدار اللي على قبلها هاجرنا البادية وجينا لداك الحي. هذاك الحي اخويا كانوا ساكنين فيه ناس قلال، وديك المنطقة كاملة كانت في طور التجهيز، كيقادوا القوادس البطوات ديال الضوء الى اخره. وكانوا شي ناس من العائله حتى هما ساكنين تما وغير قراب، وهما اللي نصحوا الوالد باش يشري في ديك المنطقه حيت الثمن كان غادي وكيطلع. داكشي اللي كان استقرينا تماك. والحاجه اللي غتصدم الوالد وموالين الدار هي انه الليله الاولى منين جبنا الرحيل ديالنا كنا عيانين بزاف، مشينا كاملين باش ننعسو، بقى غير هو مريح حدا الباب وكيكمي حيت هو كان ملي بزاف بالكارو. من بعد اخويا دخل وباش ما يفيقناش تكا غير في المرح، فرش في الارض ونعس. والله اخويا الا واحد شويه بقى ما داتوش عينو، حتى قال لك يخرجوا ليه 3 ديال الرجال لابسين كفن بيض كيبانوا غير عينيهم. قالوا ليه راه حنا دافنين بوانا هنايا وكنجيو نزوروه كل ليله الجمعه، وراك كنتي كتكمي وطفي ليه حدا راسو. هاد المره دوزناها ليك، المره الجايه تبات مع الحيين وتصبح مع الميتين. الوالد ديك الليله كنسمعوا غادي جاي وما نعش كاع، كيقرقب هنا ولهيه، شويه هو في الكوزينه شويه يدخل الطواليت، حتى فاقت به الوالده وناضت كتسولو شنو واقع وعلاش باقي ما نعس. عاد قال لها داك الشيء اللي شاف واللي سمع. كتقول لي واش هادشي حلمتي به ولا شفتيه وانت فايق؟ قال لها ما عرفتش، اللي عقلت عليه هو كنت باقي حال العينيه. صافي من تماك ولا كيبعد الخلا عاد كيكمي. وليله الجمعه بالضبط يعني الخميس في الليل غير كيأذن العشاء كنكونوا حنا تعشينا وكيقول لنا كل واحد يمشي ينعس وما تبقاوش تدوروا في الدار، اللي دخل شي بيت يبقى فيه. وحتى الطواليت كان ممنوع علينا نخرجوا ليها، ولا خرجنا كيقول لنا حضروا راسكم ما تبقاوش تلفتوا موراكم ولا تشوفوا شنو واقع. حنا ما كناش فاهمين علاش كيدير هكا. كنت انا واختي وخويا وانا الصغير فيهم، وفيما كنسولوه كيبقى يغوت، وحتى الوالده ما كتقدر تقول لنا والو، حتى غتسمع اختي واحد المره كتعاودها لجده في التليفون وهي اللي قالتها لينا. وهادشي والله اخويا الا بصح، حيت انا براسي واحد المره ضربتني الفيقه بليله الجمعه وكنشوف قدامي دري صغير تقريبا قدي في السن لابس جلابه بيضاء وكيطلع علينا انا وخويا من الباب البيت. بقى شحال وهو واقف وكيضحك، ومن بعد سد الباب ومشى. ومن غير هادشي كنا كنسمعوا الصداع والهرج في الدار في دوك الليالي ديال الجمعات. واحد المره كان جا عندنا واحد السيد فقيه كيجينا من العائله وبات معانا. عيا فيه الوالد باش يدخل البيت، قال ليه لا الصهد خليني نبات غير هنايا في المرح. الغد لي منين كانوا غاديين للصلاه ديال الجمعه قالها الوالد، قال ليه راهم داروا بيا 3 لابسين بيض في بيض وقالوا ليه يقرا القران في داك المرح اللي جا على الباب. وبيت الليل كامل وهو كيجود ويقرا القران، وقال بلي الدار عندنا مملوكه وسكانها مسلمين. صافي تماك تاكدنا بلي داكشي اللي شاف الوالد صحيح، ولينا ليله الجمعه كنشدو تيقارنا وكيبقى القران مطلوق عندنا من النهار حتى الليل. وحتى فاش كنعسو كنبيتو حدا راسنا. داز مده كانت في عمري 12 عام ديك الساعه، وكنت ولد اللي حركي بزاف وعزيز عليا اللعب والجرة. راك عارف ولاد الباديه كيفاش كيكبروا، الارض كامله ديالهم. ولكن ملي تحولنا قنط شويه، حتى من بعد عاد درت الصحاب واللي كانوا نيت ساكنين حدانا. المتنفس الوحيد اللي كان عندنا هي واحد الساحه خاويه واللي جات اخويا جنب المقبره. وسبحان الله ديك المقبره كانت مهيبه، بالاضافه لريحه الموت اللي كتسارى فيها كانت دايره غير بالخلا. وما نكذبش عليك ديك المنطقه كلها كانت مهيابه وخاويه، حيت كانوا مازال ما ساكنيناش الناس بزاف، كتسمع السقيل، وهادشي اللي كيخلي بنادم يزيد يخاف اكثر منها. والقصه كامله دايره على هاد المقبره. كنا كنشوفوا الناس غاديين جايين هازين الموتى باش يدفنوهم، وفيما كتكون شي جنازه كنحطوا الكره وكنمشيو نلحقوا عليهم باش حتى حنا ندعيو مع الميت. اما الوالد فكان ديما كيغوت عليا ملي كيشوفني جاي من تماك، حيت بعض المرات كنبقاو حتى كتفوت وقيته المغرب عاد كنرجعوا. الوالده كتقول لي خلي عليك الدري يلعب.
بقى الحال على ما هو عليه حتى غيتبدل من مورا ما سكن واحد الراجل قريب من ديك المقبره. هذا الراجل اخويا كان اكبر سحار غتعرفوا المنطقه، حيت كنا كنشوفوه كيفاش كيجي في الليل كيبقى يتسلت وحاضي واش شي واحد كيشوف فيه، ومن بعد كيتحنى جهه القبور، كيكون مضوي غير بالبيل وكيدفن داكشي ديالو ويعاود يخرج. حنا في الاول كنا كنقولوا كيجي يزور شي واحد من عائلته، ولكن كان كل مره كيبان لينا واقف حدا قبر، حتى ولينا كنقولوا هادشي بزاف. وحاجه اخرى انه كان كيغطي وجهه ما كنشوفوش، وغالبا كيجي نهار 3 بالليل، كنبقاو حاضينو كيفاش كينبش في القبوره بواحد العود وكيعاود يرد عليه التراب. واحد العشيه وحنا كنلعبوا جا وقف علينا وبقى كيتبتنا وكيقول لنا راه ما مزيانش الدراري تلعبوا حدا المقبره، وراه خصكم توقروا الموتى، وما كان مغطي لا وجهه لا والو. والله خويا اللي تشوف وجهه تكرهو، نازل عليه الغضب ديال الله، الوجه ديالو كامل مخسر، وملي كيبغي يضحك كيزيد يتخسر كتر. سولو واحد فينا واش كيجي يزور شي واحد في المقبره ميت ليه تماك، قال لي راه عائلتي كاملين مدفونين هنا وكنجي باش نزورهم. وباش تعرفوا كداب اخويا ما كيجيش في الوقيته اللي كيجيو فيها الناس العاديين، كيجي حتى كيطيح الباش كيف كنقولوا، يعني حتى كتظلم الدعوه. وبسبب الاسحار اللي كان كيدفن المقبره ولات عامره بالجن، واللي كيكونوا حارسين دوك الاسحار اللي كيقرب لبلاصه السحر كيعطيوه. تقدر تكون مثلا ديك السيده غير جايه تزور شي واحد، ولا تخطاتو ولا مشات حتى قربات ليه كتصدق مقيوسه. وهذا الشيء هذا غيقولوا لنا واحد السيد من بعد حتى غيوقع اللي وقع لينا، بلا ما نحرق لك اخويا. داز الوقت على نفس الحال، حتى لواحد العشيه حاشاك واحد الدري بغى يقضي حاجته، وبقى كيطلب في دري اخر باش يدخلوا للطواليت ديال دارهم، حيت كانت هي اقرب دار للمقبره، ولكن ما بغاش يدخلوا. وبقينا كنزعموه وكنقولوا ليه سير غير لجهه القبوره وقضي تماك الغرض، راه الظلام وما غيشوفك حد. كان ديك الساعه قريبه تغرب الشمس. مشى هو وبقينا حنا لاعبين، وداز تقريبا ربع ساعه والدري ما رجعش. كنقولوا ياك ما مشى لدارهم وحنا ما شفناهش. بقينا كنعيطوا ليه في ديك الجهه اللي مشى منها والو ما كيجاوبناش. واحد فينا مشى ليه حتى لدارهم، قالت ليه مو راه غتلقاه كيلعب كره مع الدراري حتى المقبره، حيت ما عرفتوش باللي كان معاه. رجع لعندنا قال لنا ما كاينش في دارهم، ومع ما كان عندنا لا ضو لا والو والظلام طاح ما قدرناش ندخلوا للمقبره بوحدنا نقلبوا عليه. مشينا عند باه القهوه الوحيده اللي كاينه في ديك المنطقه، واللي غالب الرجال كيريحوا فيها. كان هو واحد الراجل اخر يمكن كيجي من العائله. مشاو معنا كيجريو ودخلنا كاملين بينا كنعتوا ليه البلاصه اللي مشى ليها. واش غنقول لك اخويا، لقيناه مريح على ظهر واحد القبر وحاني راسو مغيب. كان خويو عليه الماء وبزز حتى فاق مزيزن، ما دوا ما تكلم، يديه مزير عليهم بجوج بيهم وفمو تعوج. هزو باه بين يديه وبقى غادي كيجري بيه وحنا تابعينه، ولكن ما خلاناش ندخلوا معاه للدار وجرى علينا. ومن تماك اسامه تبدل حاله، ما بقى لا كيخرج يلعب لا والو، والليله خرج كيجلس غير قدام باب دارهم ولا كيطل من السطح. من بعد غدي على الخبار في الحومه وغنسمعوا شنو طرالو. وعلى حساب ما قال باللي من قطع حاجته وبغى يرجع، شاف قدامه واحد الراجل كحل ما عندوش الوجه، ولا كيشوف غير الكحوله دايره به، تعماولو العينين، ما بقى قادر لا يغوت ولا يهرب. قالك ضربوا بين الكتاف، صافي تماك طاح وغيب حتى لقيناه حنايا. وخا هكاك هادشي اللي طرا ما ردعناش وبقينا كنلعبوا تماك. راك عارف الدراري الصغار كيكونوا زعيمين باغيين غير يلعبوا، وكيف قلت ليك كانوا شي وحدين من عائلتنا حتى هما ساكنين في نفس المنطقه. واحد النهار تاني كان عقل انا كنت كنقرا في السادس، خرجت مع الستة العشيه، يلا درت كاسكروط ومشيت كنجري عند الدراري اللي كانوا كيتسناوني، حتى كنشوف اخويا واحد المراه اللي هي بنت خال الوالد وكتجينا من العائله كيف قلت ليك، داخله المقبره وهزه ميكا كحله، ومني خرجات ديك الميكا ما كانتش في يديها، وبقيت حاضيه حيت كنعرفها، ولكن هي ما رداتش ليا البال. قلتها للدراري قلت لهم هذيك راه كتجينا من العائله، وهو يقول لي واحد راه باينه كتسحر. قلت لي كيفاش كتسحر؟ قال لي راه سولت الوالد وبقى كيقول لي باللي اي واحد كيدخل المقبره من مور المغرب كيكون باغي غير يسحر، راك عارف الدراري باش كيبقاو يهضروا بيناتهم. مشيت اخويا للدار وقلت لهم راني شفت فلانه اليوم في المقبره وكانت داخله في الظلام وهزه ميكا كحله. الوالده كتقول لي واش متاكد هي؟ قلت لها وبقات كتسول الوالد واش خالك مدفون في هذه المقبره؟ قال لها لا راه دافنين ولادو في العروبيه. وهاد الهضره غنخلص عليها لا انا ولا الوالده ديالي، حيت هي اللي مشات كتعاودها للعائله وكتقول لهم فلانه شافها ولدي خارجه من جهه المقبره في الليل ودفنات شي حاجه. وتماك ناض صداع كبير بين العائلات، خوتها مرضى وشجاو كيدابزوا مع الوالد وتقاطعوا معاه كاع، ولكن ديك اختهم حلفات حتى تفدي دقتها
وكانت كتمشي بالضبط عند داك السحار اللي عاودت لك عليه في الاول، والناس اللي ساكنين حداه شاهدين على هذا الشيء. واحد المره خرج من المدرسه حتى تلاقاتني، ما عرفتش واش كانت جايه على قبلي ولا غير دايزه من تماك، وهي توقفني وقالت لي واش انت اللي مشيتي قلتي لامك ديك الهضره؟ قلت لها لا ماشي انا. قالت لي انت امك قالت للعائله كاملين بلي انت اللي قلتي لها هاد الهضره. هو غير عقل مزيان والله ما تبقى فيك لا انت لا ديك امك. واللي غيوقع هو انني ملي كنت لعب مع الدراري كان صهد بزاف داك النهار، حيت التريكو اللي عرقت فيه وحطيته على واحد الصور وكملت اللعب معاهم. واللي دار اخويا دار ليا في داك التريكو، حيت ما لقيتوش وعييت ما نقلب عليه ليكون طايح تما والو. كنسول الدراري وهما اصلا كانوا لاعبين معايا وما ردوش البال، وكانت اخويا هي اللي خداتو، سخرات واحد الدري صغير خطفو ومشى كيجري لعندها وعطاه ليها. من موراها ب3 ايام بالضبط هادوك اللي كيجيو عندنا ليله الجمعه عاودوا وقفوا على الوالد ودخلوا عليه حتى للبيت، قالوا ليه ولدك راه مدخل معاه العدو، مدخل لينا البراني. وفي نفس الفتره الوالده شافت واحد واقف ليا فوق كتافي كحل اخويا وعنده قرون صغار وعينيه صفرين ووجهه داير بحال الكلب حاشاك. قال لها انا غنبقى تابع ولدك حتى تدفنيه تحت التراب. الوالد ما عاودش داكشي اللي شاف وحتى الوالده، ولكن انا اخويا غنبدا نعاني ديال بصح. تصور بلا ما نوعى وليت كنخرج من الدار بالليل وكنلقى راسي في المقبره جالس وكناكل في التراب والحجر. تصور واخا ولاو كيسدوا عليا الباب كيلقاوني خرجت، كيفاش الله اعلم. واحد المره خويا الكبير بقى حاضيني حتى شافني طلعت للسطح ونقص من البروميي وغادي كنجري لجهه المقبره. لحقوا عليا تماك لقاوني كي الشرويطه وعاودوا هزوني وجابوني للدار. الوالد مشى كيجري عند داك الفقيه اللي قلت لك من عائلتنا وجابوه للدار، بقى كيقول ليه هادو اللي عندكم في الدار راهم مسلمين ما يديروش فيه هاد الحاله وهو باقي صغير، هادشي شغل السحر. دخل لقاني اخويا مكمش كامل وداير راسي بين الركابيه، قال السلام عليكم منين دخل وانا ما جاوبتوش. بقى كيقول شكون انت؟ طلع عندي نهضر معاك. وتخيل هو كيقرا عليا وانا كنشوف واحد وجهه موسخ وراسو كرد شادني من رجلي وكيقول لي ما تمشيش لعنده ما تمشيش. وحتى من صوت القران ما بقيتش كنسمعو، الودنين ديالي تصمكوا عليا. واحد شويه ما بقيتش عقلت على راسي، صافي ترفعت وهما اللي عاودوا لي شنو طرا. هذاك اللي طلعني بقى كيهددهم وكيقول لهم ما بغيتوش تبعدوا مني هانتوما غتشوفوا شنو غيطرا. مع قال ديك الهضره مع الوالده طاحت وتجبدات، العينين ديالها تقلبوا وبقات كتندب في وجهها. الوجه ديالها معمرو ما بغى يبرى من بعد هاد الحادثه، بقاو فيها دوك الندابي. وداك الفقيه شاف حتى عيا وهو يحبس القرايه وقال الوالد هادشي مجهد واللي دارو راه باغي يصفيها للولد، واللي بقى دارهم في راسو شكون اللي غيبغي يأدي ولد يلاه عنده 12 عام. واللي خلاهم ما يشكوش في هذيك بنت خال الوالد هي انها جات تسامحات مع الوالده وبقات كتعاود لها القصه كامله علاش دخلت للمقبره. قالت لها الشيطان حضر والراجل عندي هرب عليا وكيمشي عند الدره اكثر مني، وقلت ندير له شي حاجه باش نرجعوا ليا، ولكن انت مشيتي شوهتيني مع العائله، ولكن الله يسامح. صافي يعني تسامحوا، وهذا الشيء اللي خلى لا الوالد ولا الوالده ما يشكوش. وباش تعرف درجه الخبث اللي وصلت ليها كانت كتجي حتى لعندنا للدار باش تاكد واش داكشي يشد فينا. انا في دوك الايام ولاو كينوضوا فيا شي حبوب خايبين في رجليا كيكونوا عامرين بالماء وما بقيتش كنقدر نتمشى عليهم. الوالد في الاول كان كيقول لي راه يمكن السبرديله هي اللي كدير لك هكاك، ولبست الصنداله ولكن والو. كان شاري الدواء كيمشيو يغبروا واحد 3 ايام ويعاودوا يرجعوا. صافي من تماك وانا نجلس من القرايه، حيت اصلا ملي كنمشي للمدرسه ما كنركزش مع الاستاذه، يا اما كتلقاني ناعس ولا كنحك داك الخشب ديال الطاوله بضفاري. ديما كنجي اخويا بيديا عامرين بالدم. وصافي جلسني الوالد من المدرسه، واخا هكاك ولاو كيطراو معايا غير المصايب. تخيل نكون خارج غير نتسخر للحانوت ضروري ما توقع لي شي حاجه، اما نطيح الفلوس ولا يتبعني شي كلب ولا نضارب ولا تدخل فيا شي بيكالا ولا موطور. ديما راجع عندهم حوايجي موسخين والحمي مضروب. وعاد كنبات نتخلع بالليل، خويا اللي كينعس حدايا هو اللي كيعاود لهم شنو كندير. كيلقاني ديما كنهرش في الحمي في الليل حتى كنجرح راسي بحال تقول جاتني الجربه. في نفس الوقت الوالد كان موصي داك الفقيه اللي من عائلتنا باش يسول معارفو على الرقات اللي يقدروا يفكوني. اما بخصوص الوالده فنوبتها جايه حتى هي، ويمكن غدوز عليها كثار مني، حيت هي العقل طار ليها ما بقاتش كتستوعب شنو كدير. ولات كتخرج اخويا بلا زيف للزنقه، كتبقى غاده في الزنقه وكتضحك بوحدها وكتنسى بزاف، لدرجه بعض المرات كتكون جالسه معانا حتى كتقول لنا شكون نتوما وكتدوي من نيتها ماشي كتضحك.
شحال من مره نسات البوطه شاعله حتى كنجيو حنا كنلقاو العشاء ولا الغدا تحرق. واحد المره واحد الدري صاحب خويا هو اللي جابها، لقاها غاديه جايه الخلا، هو اللي رجعها. ملي سولناها علاش خرجتي قالت لي راه كنت جايه نتلقى لك حتى المدرسه باش نرجعوا انا وياك. في دوك الايام ولات اختي كتنعس حداها وتقابلها. واحد الليله خويا وهي ناعسه حداها حتى ناضت كتلقاها فايقه واقفه لا عند راسها وقجاتها. وجهت لي ولا عند الوالده ديال الرجال. واخا اختي كانت صحيحه تبارك الله ولكن ما قدراتش عليها، وكون ما دخلش الوالد وجرها كون راها قتلاتها بصح. بقات كدوي بصوت راجل وكتقول ليه شتي كون ما حبسونيش دوك اللي في العتبه كون راكم كاملين ميتين. ومن ديك الليله الوالده تشلل عليها الجنب الايسري كله، جاها شلل نصفي. ولات اختي هي اللي مقابله الدار، واخا كان عندها داك العام الاولى باك وكانت مزيره بقرايتها. واحد المره جات عندنا ديك مت اسامه اللي قلت لك باللي تقاس في المقبره، والوالد بقى كيطلبها باش تعطيه النمره د الراقي اللي عالج ليها ولدها باش يجي يعالجنا حتى حنايا. عطاتو النمره وعيط ليه نيس في ديك الليله، قال لي واخا غنجدد الوضوء ونجي لعندكم. نعت ليه الحومه وكل شيء. جا خويا وحبسونا انا والوالده في واحد البيت، والصدمه هي منين حل الوالد الباب كيلقى الوالده عريانه كامله، حيدات حوايجها كلهم، وداك اللي ساكنها دار فيها هكاك باش الراقي يرجع في حاله. وانا كنت حداها واعي ما واعي، كنشوف فيها وعارف بلي هذيك امي، ولكن ما قادرش ندوي معاها ولا نسولها شنو كدير. بقى الوالد كيعيط لاختي باش تجيب لها حوايجها. والله خويا لمني دخلت لبيتها تسد عليها الباب وطفى عليها الضوء، صوت الوالد مابقاتش كتسمعو، والباب عيات ما تجر فيه ما بغاش يتحل. الوالد خلى البيت مسدود علينا باش يمشي يشوف اختي مالها تعطلات. كيقسم بالله الا تعرض ليه كلب كحل بحال تقول الشكل ديال الديب. قال لينا في ديك اللحظه بدا كيحس بالسخونيه طالعه معاه، وبقى كيعيط للفقيه اللي ما كان كيبان ليه والو، كيقول ليه قرا غير المعوذتين ودوز راه ما كاينه حتى حاجه. وسبحان الله غير قرا الوالد القران قال لك داك الشيء غبر من قدامه. دخل على اختي لقاها مغيبه، ما بقى عارف شكون يقابل الاول، وحتى خويا ما كان بايت عند دار عمي. هز الحوايج هما الاولين وجاب باش يلبس الوالده، وهي كتنطر ليه، وداك اللي فيها خويا كيهضر معاه كيضحك وكيقول لي علاش كتلبسني هاد الحوايج، انا كنبغي العرا. تصور مسكين كيلبسها وفي نفس الوقت كيبكي. اما انا ما كنتش كنقدر نتحرك حيت داك الشيء اللي فيا خايف من الجن اللي ساكن الوالده. كان كيبان لي خويا راجل طويل سمر شويه ما لابسش كله عريان، غير الراس ديالو هو اللي مغطيه بواحد الشد كحل، ودنيه طوال ودايرين ليه على راسو، والوجه وكل شيء عادي بحال ديال بنادم من غير عينيه اللي كانوا مخصرين وما تقدرش تكمل فيه الشوفه. كان شاد الوالده من القفه ديالها ولكن هما ما كانوش كيشوفوه، وحتى انا مره كيبان لي ومره كنهز راسي ما كنلقاهش. اما الراقي بقى كيقرا غير من مور الباب حيت الوالده ما بغاتش تلبس. يهضر معاهم من خلال الوالده وكيقول لهم انا غادي نخرجها الطريق، انا باغي نشوهها ونخليها تفسد، وفي الاخر غنتزوج بها ونديها عليكم. والقران ما اثرش فيه، عيا ما يقرا، يمكن الراقي ما كانش متمكن. خرج عنده الوالد وحتى هو قال لي نفس الهضره، قال لي هاد الشيء راه عنده علاقه بالسحر. اما داك الولد اسامه اللي كنت عالجته كان عنده غير مس خارجي تقاس في المقبره وهربنا داك الجن اللي كان فيه. الوالد تما تهرس وفقد الامال في العلاج ديالنا، واخا هكاك عمي زعمو وقال ليه دير يقينك في الله وكل داء عنده دواء وراهم غيتعالجوا ان شاء الله. ولا مسكين بحال المسطي، فيما قالوا لي على شي فقيه ولا راقي متمكن في شي مدينه كيمشي لعندو. واحد المره نيت ما كانش معنا في الدار وكنا بايتين غير بوحدنا، عيط لاختي على اساس ترد معاه البال حيت قال لها غنجي معاه وقيت الفجر وغيجيب معاه شي راقي تاني. قال لك جاي من اسفي. انا ديك الليله بت مزير، وفيما كيتزير عليا قلبي كنحس بلي شي حاجه غتوقع. والله خويا الا منين نعست كنشوف جوج شاديني وجاريني من رجليا كيقولوا لي راه حفرنا لك واحد القبر ولكن غنعذبوك مزيان قبل ما تموت. تخيل معايا ولد صغير باقي يلاه دخل في المراهقه وكيشوف بحال هادشي، كيفاش غتكبر النفسيه ديالو. نكمل لك الحلمه. ما كانش كيبان لي الوجه ديالهم ولكن كنت كنشوف غير رجليهم اللي كانوا كبار بزاف، والارض تحت مني كتهز وهما جاريني. لاحوني في داك القبر وكيبانوا لي خيالات كحل دايرين بيا وكيغوتوا، ومع فقت اخويا وحليت عيني كنشوف الوجه ديال واحد فيهم، كان الوجه ديالو مضروب في النص وحتى العين ديالو مقيوصه ولسانو مفروق على جوج، بان قدامي وغبر في نفس اللحظه. ولكن دوك الاصوات ديال الغوات بقيت مازال كنسمعهم حتى وصلت 6 ديال الصباح ورجع الوالد ومعاه داك الراقي.
وقال لنا سبحان الله كان داخل في يدو واحد التسابيح ابيض، غير فات العتبه هذاك التسبيح بقى كيمشي ويجيب بوحدو وكيتهز بحال باغي يطير له من يدو. قال الوالد وهاد العتبه هادي راه عندكم فيها المسلمين؟ قال لي راني عارف وراني شفتهم. وتصور الصدمه هي ملي غيدخلوا على الوالده لقاها كتصلي لابسه حوايجها وكتهضر معاه عادي بحال ما واقع لها والو. باش تعرف اخويا الفرق ما بين واحد متمكن وواحد غير دافع الجبهه وصافي. الوالده بقات كتهضر معاه كيف قلت ليك وكتقول ليه علاش جايب السيد من اسفي معذبو؟ راني بخير ما عندي والو. وهو ينقز الراقي حيت عاقب شي حاجه ماشي هي هذيك. قال لها وباش عرفتيني انا جاي من اسفي؟ هاد الوالد مني مشى ما قالها لحتى واحد من غير اختي. قال ليه انت رجع اللور وخليني معاها. بقى كياخذ الماء من واحد القرعه في يدو وكيرش على الوالده من البعيد. في الاول بقات كتضحك وكتقول لي راه قلت لكم ما فيا والو، راه غير كتضيع وقتك سيدي، صافي سير بحالاتك. المره الاولى الثانيه وغير رش عليها الرشه الثالثه وهي تبدا تزير وجهها كيتبدل ولات سمرة بزاف واخا هي في الاصل بيضه. قال ليه طلع عندي يا عدو الله، طلع عندي نهضر معاك. وهو يطلع فعلا بقى كيقول لي صافي راه عفا عليا الله وراني وليت مسلم. قال لي الا وليتي مسلم يلا شهد. وهما خويا على حساب ما شرح لينا الراقي باللي الشهاده ولا القران ولا اي كلمه كتنطق كيكون عندها واحد الثقل وواحد الطاقه، يعني الا مشى حتى شهد وهو كيكذب يقدر يتحرق في الحين. صافي تزير ولا باغي غير يهرب. قال لي دابا ما بقيتيش مسلم؟ كيقول لي لا راني مسلم غير خرج وسير في حالك. بقى الراقي كيأذن وملي كيوصل للشهاده كيعاودها 7 المرات وما حدو كينطقها والوالده كتزير وضفاره كتغرسهم في يديها. وخويا والوالد شادينها غير باش ما تاديش راسها. واحد شويه وهو يغبر داكشي اللي فيها، ما بقاش باغي يطلع ولا يهضر معاه. صافي الوالده ترفعات كنقولوا غتموت، الكشاكش ديالها خرجوا وكلها تعوجات وزراقت. اما انا كنت واقف وكنشوف فيهم غير من البعيد. دار عندي خويا اللي كبر مني وانا نطلع كنجري في الدروش وباغي نتلاح ليهم من السطح. جرني بزز وهبطني وخشاني حتى انا في البيت حدا الوالده. الراقي جر الوالد وقال لي هادشي راه عندهم السحر مرصود وراهم دافنينو ليهم في شي بلاصه، وانا عندي واحد الحل ولكن ما عرفتوش واش غيصدق. ما دمنا ما عارفينش بلاصه السحر الا وخصنا نخدموا هاد الجن المسلم اللي معانا هنا في الدار. الوالد تخلع وقال لي هادشي هذا راه شغل السحاره. قال لي لا بالعكس، الا كانوا غينفعونا ويلقاو لينا بلاصه السحر ونفكوه ويكونوا سبب باش تشافى مراتك وولدك، هذا راه ماشي سحر. صافي الوالد ملي شافنا كنتعذبوا قال لي دير شغلك وعطاه واحد البيت خواو ليه من الاتات كامل خلاوه منه للضص. الليل كله هو هاضر. قالك الوالد كيقرا ايات من القران وفي نفس الوقت كيزيد معاهم شي تعازيم وما عرف شنو هو داك الشيء. وداك المرح والله خويا الا الضو بدا كيمشي ويجي فيه، البوله كتشعل بزاف حتى كتحس بها غتبغي تطردك وكتعاود تطفى. وكان موصي الوالد باش منين يدق عليه في الباب من الداخل يدخل لعنده. مع الفجر دق عليه وهو يدخل الوالد لعنده لقاه مغطي راسو بواحد الثوب بيض. قال لي الوالد سي عبد الحق بغيتي شي حاجه؟ ويقول لي اسمعني يا فلان ماشي عبد الحق اللي داوي معاك. تما الوالد عرفوا باللي جن هو اللي هاضر معاه. قال لي اللي دارت لكم السحر راه فلانه بنت فلان وراه مدفون في البلاصه الفلانيه، دوالو على المقبره اللي حدانا. قال لي وماشي غير السحر ديالكم اللي مدفون تما، بزاف ديال الاسحار اخرين. صافي غير قال له هاد الهضره هادي وهو يهبط. وعبد الحق طلعت ليه السخانه وبقى كله كيترعد كيقول لي جيب لي الماء عتقني بالماء. شرب وقال لي الوالد غير ارتاح حتى الصباح ان شاء الله ونشوفوا شنو غنديروا. نعس مسكين واحد الساعتين ومن بعد جا كيدق على الوالد وقال لي يلا نتحركوا. مشاو اخويا غير بجوجهم ما داو معاهم حتى شي واحد. بداو كيحفروا في البلاصه اللي نعت ليهم الجن، كيجبدوا اخويا التريكو ديالي مقطعينه واخدين منه طرف من جهه الكم في البلاصه اللي كنعرقوا فيها. وتصورت الوالده هي مات كانت باقا صغيره وعايشه في العروبيه. قال لي هذه اللي دارت لكم هادشي راه كانت باغا لهم الهلاك. بقى كيقول لي الوالد راه ملي كان طالعك داك الجن قال لي سميتها واش بصح زعما تكون هي؟ قال لي شوف مادام جبدوا لك شي سميه الا وكاينه. صافي الوالد سحر مشى لهم في الصباح كيضرب لهم في الباب وكيغوت في ديك الحومه وخرج ليه خوها الدابز معاه ووصلوا حتى الكوميساريه. هي من عرفات راسها حصلات وغلطات قالت لهم راه داك السحار اللي ساكن حدانا هو اللي دار ليهم، انا ما قلت ليه يدير لهم والو. واخا هي بيديها دات له التريكو ديالي ودات له تصويره الوالده. شنو كانت مثلا كتسنى انا ويدير بهم يعلقهم كادر؟ بقات كتقول لي انا راه كان الغرض ديالي غير نخلعكم، ما كنتش باغي ناديكم وراكم نتوما من عائلتي. المهم راك عارف بنادم ملي كيحصل كيبقى يجبد اي سبه. الوالد الثاني من موراها مشى لعند داك السحار وجبدو من دارو وشوهو في الحومه كامله
وحتى الناس كانوا شاهدين وعارفين شنو كيدير. تجمعوا كلهم وجراو عليه. وداك الراقي اخويا قال لنا راه المقبره عامره، واي واحد مشى لتماك بلا ما يكون محصن ومغطي يقدر يتقاس. كيف ما وقع مع بزاف ديال الناس اللي كانوا كيتشكاو، ومنهم داك صاحبي اسامه اللي قلت لك تقاس في المقبره. مرة ما حيد علينا داك السحر وبطلو. لا انا ولا الوالده تصدمنا في راسنا، كنشوفو في الحمله بحال اول مره غنشوفوه. كنلقى خويا الضرابي فيا في كل قنت، ورجليا كلهم مجروحين وضفاري مقلعين بحال تقول كنت كنجري حفيان. الوالده كذلك بقاو فيها الاثار ديال الندابي اللي كانت كتندب وجهها، وما عمرهم ما تحيدوا. وديك السيده عمرنا ما نسمحوا لها حتى الغدا قدام الله ونتواجهوا حنا وياها. حد ضيعت ليا نعام ديال القرايه، وحتى الوالده عانات بسببها. ولحد الساعه خويا غير ذكر ليا حس الجن كنبقى كل نترعد، كنخاف بزاف منهم ومن السيره ديالهم. حتى قناتك غير مره فاش كنطلع عليها، واختي اللي متبعاك هي اللي قالت لي نبارطاجي قصتي معاك. وهذا الشيء اللي كاينه اخي. الوالده مورا هذا الشيء اللي وقع ليها وهذا السحر تقطعات عليها الدوره الشهريه في مره، ما عرفت واش تخربقوا لها الهرمونات، عيات ما تمشي وتجي عند الاطباء والو. واخا كانت باقا صغيره، كانت يلاه في عمرها 36. تراك عارف في العروبيه كيتزوجوا صغار. هادشي اللي كاينه اخي، وهادشي اللي بغيت نقول لك. ونصيحتي الناس ردوا البال ثم ردوا البال من العائله اولا، وعاد من هادوك اللي كتدخلوا عندكم للدار. ديما حصنوا راسكم في الخلا، ومنين تكونوا غاديين تزوروا شي واحد في المقبره ما تبقاوش تستهنوا بهذا الشيء، حيت بعض المرات بنادم يقدر يكون غير ضاحك حتى يتقاس. والله ينجينا وينجيكم من شياطين الانس والجن. وشكرا اخي حيت دوزتي قصتي عندك. حنا بدورنا كنشكروا الاخ عدنان حيت بارطاجا معنا القصه ديالو. وكنقول لكم الخوت اللي عنده شي قصه بحال هادي طرات لي ولا شي واحد في عائلته يخليها لي في انستغرام. لقاكم على خير في القصه الجايه، ومن هنا لتماك تهلاو لي في راسكم والسلام عليكم.